مساء الفل على احلى اصحاب في الدنيا. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك للقناه وسيب لنا كومنتك الجميل. النهارده فيلمنا غريب ومختلف جدا، واللي بيبتدي بعيله من كوكب الظلام بيقرروا يحطوا ابنهم في مكوك فضائي، وبيقولوا له خد محفظتك في جيبك ومطوتك كمان معاك، قصدي مصاصتك والسمكه من اكيد هتنفعك. وبينطلق لكوكب تاني، وفي نفس الوقت عيله تانيه بتفكر نفس التفكير وبتقرر تبعت ابنها في مكوك فضائي، وكل واحد اخد نصيبه ونزل في مكان شكل. ريل بينزل في عيله غنيه وبتنبسط بيه قوي لانه بيطير، اما التاني حظه وحش وبينزل في سجن، والاتنين في نفس الوقت بيكونوا في مدرسة الموهوبين الصغار. وميجا كان مميز جدا فقرروا يودوه المدرسة دي، وهناك اتقابل ميجا بريل اللي بيعمل شو عشان اصحابه يحبوه اكتر، وقرر ميجا يعمل ريبوت عشان يجذب اصحاب الطلاب، وابتدى يعمل حريقة في الفصل كله وحطوه في الزاوية. اصل اللي كان بيعمل حاجة غلط بيحطوه في الزاوية هناك، وكانوا اصحاب الفصل بيهمشوه بيحسسوه ان هو فاشل كانه خروف اسود. ولما لقاهم بيعاملوه انه شرير فقال ما كنت شرير فعلا واحرق المدرسة، وابتدى يكون شرير خارق. واما ريل كان بطل خارق للمدينة وتسموا مترو مان بدل مترو سيتي. واما ميجا مدير السجن قال له خد هديتك من مترو مان عشان تعد ال 85 سنه اللي عليك. وابتدى ميجا يقول لصاحب السجن اظبط الساعه كويس عشان ما تضيعش عليك لحظه حفله مترو مان. وبتقوم مذيعه بتقدم مقاله عن مترو مان ومعاها المصور اللي معجب بيها، وبتحول المدير لميجا اللي بيشوف الحراس وبيدخلوه مكان ميجا ولكنه بيكون مستخبي، وبيخرج من السجن وبيركب مع السمكه وبيبتدي حفله مترو مان اللي عمرهم ما يحلموا انه يسلم عليهم، وبيقول لهم انا مبسوط اني بخدمكم. وبيوصل ميجا لعرين الشر بتاعه وبيقول لهم انا باين عليا الشر ولا باين اكتر. وطبعا خطف المذيعه اللي كانت بتقدم مترو مان وابتدت تقول له حركاتك مفقوسه يا ميجا، وابتدى يطلع لها كل اختراعاته في الشر لحد العنكبوت اللي لزقته في وشه. وقالت له اكتر جمله ما بيحبهاش ان انت مش هتنجح. وابتدى ميجا يهدد مترومان بالمذيعه ويقول له لو تلزمك هي عندي تعالى خدها. والمذيعه بتقول له على المكان، وللاسف بيروح المكان مترومان وبيروح يدخل في المكان المزيف، وابتدى يكلمه يقول له انت وقعت في الفخ، وبيقول له هجيب لك نار، وفجاه ما لقاش شغاله، ولقى السمكه بتقول له لسه الشمس بتحمل، حتى الشر مش عارف ينجح فيه. والمذيعه بتقول له انت مش متعود على الخطف ولا ايه؟ وسمع صوت مترومان بيقول له دي لعنه ان النحاس ممكن يقتلني، وابتدى يحضر له النار. وفجاه جالهم مترومان ولكن هيكله العظمي مش هو. واما ميجا كان مبسوط جدا انه نجح وانتصر على مترومان، وابتدى يحضر المؤتمر الصحفي للنجاح بتاعه باشعه الليزر، وبيدخل القصر الرئاسي لمترومان وبيتمنى اهله يشوفوه كان طاير من السعاده. وبيكلم السمكه منمن وبيقول لها انا وصلت لكل حاجه ولكني لا املك شيء، وانا المفروض نجحت ليه حاسس بالكآبه دلوقتي. وبتطلع المذيعه في مقال وبتوجه رساله لمترومان انهم بيفتقدوه جدا، وتقول لميجا انت مبسوط دلوقتي؟ كانت معاكم روكسان من مدينه بلا بطل، اصبحنا عبيد للبشر. ومصوره بيحاول يعزمها وبترفض لانها مش معجبه بيه. وبيروح ميجا لتمثال مترومان بيقول له انا ما كنتش اقصد اموتك. وفي نفس الوقت بتروح المذيعه في نفس المكان وتكلمه وبتقول له لولاك ما كانش الشر بقى دلوقتي موجود. وميجا الحنين جايب ورد وبيقول لها هعمل ايه بالشر بتاعي من غيرك يا مترومان الخير. بيوصل برناند للمذيعه وبيقول لها هنقفل قريب، وبيقدم ميجا الورد لمترومان وبيقول له ما لحقتش اودعك يا غالي. وبيطلع جهاز زي ليزر كده وبيقول له احنا هنموت نفسنا كلنا. ولما لقي المذيعه روكسان في المكان قال ينقذها، وقال ياخد شكل برناند قبل ما حد يشوفه. طلع بره والمكان اتحرق، فابتدت تشكره عشان هو انقذ، وبتقول له يا ترى هنلاقي بطل صنع ليواجه ميجا، وهي بتكلم ميجا اصلا. وابتدت تديله فكره انه يصنع بطل. وروح ميجا وعرض الفكره على السمكه بتاعته وقال له لازم نجيب الحمض النووي لمترومان اصلا ونصنع منه بطل، لان انا شرير من غير بطل زي الضلمه من غير نور. وابتدى ياخد الحمض النووي من لبس مترومان وحطه في سلاح. وابتدى موبايل برناند يرن وهو بيرد عليها وبتقول له انا عرفت المخبأ السري لميجا، وما تعرفش ان هي بتكلم ميجا اصلا. وبتدخل وبيقول لها انا جاي بسرعه وراكي، وبيتغير عن طريق الساعه للشخص اللي هو حابب يكون عليه. وبتصور المذيعه افكاره، وبيكلم ميجا السمكه وبيقول لها شتتيها ولكنها بتاخده هو بالغلط. وبيطلع ميجا علشان يسيبوه ولكنها شافته افتكرته جني برناند، وما تعرفش انه بيتحول، وابتدى يمثل انه بيتخانق معاه. ومسكت مسدس المصل لحد ما طلع لها برناند من الساعه، وحاول ميجا ياخد منها البندقيه مرضيتش، ولكن للاسف المصل وصل للمصور في مناخيره اللي كانت روكسان سايباه بره. وابتدى ميجا ينقذها بشكل برناند ومعرفش. واما ميجا رجع لاصله واخد العربيه الخفيه والسمكه ومشوا، وراح له المصور هال اللي اخد المصل في مناخيره وابتدى يتحول. وابتدى ميجا مايند يتقمص دور والده الفضائي علشان يكون هو رمز الخير، وقال له من هنا ورايح يا هلا هتبقى انت تاخد مكان مترو سيتي. وكان فرحان جدا ان هو بقى بطل، وابتدوا يعلموه كل افعال الخير وان الشر ده يخص ميجا مايند بس. وابتدى ميجا الشرير اللي هو كل الناس بتخاف منه يغير شكله البرنانت علشان يقابل روكسان، وابتدى ينظف لها القصر والشوارع زي ما هي عايزه. وابتدت روكسان تقول في مقالها انها متفائله جدا. وحاول ميجا ياخد مفاتيح عربيته الخفيه عشان يخرج مع روكسان، ولكن السمكه منعته. واما السمكه قالت لي ميجا هتعمل ايه لما المذيعه تعرف حقيقتك؟ وطول ما انت شرير كده مش هتحصل عليها. قال لها انا مش شرير ومش محتاج لك يا سمكه. وابتدت السمكه منمن تاخد حاجتها وتلمها وتمشي وتسيبه. واما المذيعه بتجمع صور الحادثه في القصر بتاعهم، وهل المصور بقى اسمه تايتن البطل، وبيطلع لها تايتن في نفس الوقت وبياخدها عشان يعمل فيها بطل وينقذها لكنه كان هيموتها. وبياخدها على اعلى مبنى وبيعرفها بنفسه وانها قد ايه مش بتحبه، وبيقول
لها انا اتغيرت عشانك وابتدى يدمر المبنى. وفي نفس الوقت المذيعه معاها ميعاد مع برناند وبتقابله هناك في المطعم وبتقول له تعرف يا برناند ميجا عمل بطل جديد شرير جدا، وبيشربوا مع بعض وتايتن بيراقبها بره. وبرناند بيقول لها لو اتغير لوني هتحبيني؟ قالت له اه طبعا، الشكل مش كل حاجه. وابتدوا يقربوا وللاسف اللحظات الحلوه ما بتكملش وبتدوس على ساعته من غير قصد وبيرجع الاصل، وكل اللي في المطعم بيندهشوا جدا حتى هي. وبيحاول يرجع وبيكتشف انه متقمص شخصيات ومنافق كتير، وبتمشي وبيروح وراها بتقول له انت دمرتني ودمرت المدينه، انت فاكر اني هحب واحد زيك؟ وسابته ومشيت. اما ميجا رجع لبيته وابتدى يقول فين السمكه من كان عندك حق يا سمكه. واما ميجا ملقاش السمكه وابتدى يلبس الماميه السوداء بتاعته علشان يقابل تايتن وراح له بيته. وللاسف تايتن كان مستغل ان هو بطل وسرق فلوس كتيره جدا وكمان هيقف معاه في الشر. وابتدى ميجا يفهمه ان هو معمول للخير مش للشر، وقال له انت مالك انت، انا هقف معاك في الشر. وابتدى ميجا يفهمه ان هو كان متقمص شخصيه والده السماوي وابتدى يقتله. وتايتن مسك ميجا وقال له انت خدعتني، لحد ما حرقوا يجي نص المدينه. وابتدى ميجا يعمل اللي عمله مع مترو سيتي يعمله مع تايتن تاني، فحطه في كره نحاس على اساس ان هي تاثر على قوته زي مترو مان، ولكنها طلعت ولا بتاثر ولا اي حاجه. وابتدى ميجا يروح لروكسان تساعده وقال لها انا لازم القى نقطه ضعف لتايتن او مترو مان علشان اعرف اعزمه. واخدته روكسان للمخبأ السري بتاع مترو مان، واكتشف ميجا انها مدرسه الموهوبين اللي كان فيها وهو صغير. وابتدى يدور على اي دليل واكتشف انه مترو مان لسه عايش والسمكه بتتفرج على دمار المدينه كلها. واما روكسان وميجا ابتدوا يتاكدوا ان مترو مان مش شبح، وقال لهم على كل اللي حصل وهو هناك، وكان عايز يستقيل ويعيش حياته واستغل الفرصه عشان يطلع فكره انه مات، وان النحاس بيستنزف قوته ورمى لهم الدميه وابتدى يمارس الموسيقى دلوقتي. واتعصب منه روكسان وميجا وطلبوا منه يساعدهم ولكنه رفض. وطلعت روكسان وميجا وقالوا له لازم نهاجم تايتن، وقال لها لا مش هنقدر، وابتدى يروح السجن. وراحت روكسان توقف تايتن وحاولت معاه ووعت رساله لميجا انه ربطها على اعلى مبنى في العالم وهيموتها، وان انت لو ما جيتش تنقذها انا خلاص هقضي عليها. ونادى المدير عشان يخرجه ورفض طبعا، ولكن السمكه تقمصت دور المدير وطلعت وابتدى يوصل وياخدها على الموتوسيكل وتايتن وراه. وبعدها تقمص شخصيه مترو مان علشان يخوفه، وفعلا خاف ومشي. واما السمكه لما هي اتضربت راحت روكسان تطمن عليها، وراحت السمكه قالت لها انا مش ميجا، ميجا متخفي في صوره مترو مان دلوقتي. فراحت لمترو مان تقول له انا عارفه ان انت ميجا وعارفه ان انت البطل الحقيقي. وابتدى يرجع لاصله، وابتدى تايتن يجي له تاني وبيقول له انا كنت عارف ان انت مش مترو مان. وابتدى ميجا يركب سيارته الخفيه عشان فيها مسدس المصل، وتايتن بكل قوه رماه ونزل ميجا واخد المصل من مناخيره تاني. ورجع تايتن لشخصيه هال، وابتدت السمكه من تعيش حياتها من جديد. وفي المره دي نجح ميجا بجد وبقى هو ميجا مايند حامي مترو سيتي، ومهما طال الخير هو اللي بيكسب في النهايه. اشوفكم على خير في فيلم المره اللي جايه، ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك للقناه وقول لنا فيلم المره اللي جايه.